بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أيها الأحبة الكرام مشاهدي قنوات بين سبورت الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى سهرة أخرى من سهرات الليغا. احنا اليوم في معقل ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو الى العاصمه الاسبانيه. 56 نقطه لذلك فريق إلتشي، لكن إلتشي يتعرض ما عنده شيء يخسره على الاطلاق. خلاص هو في المركز الاخير، ما عنده استحقاق بالجول الاول، ربما الجول الاول، ولكن الكره كريم بنزيما تضيع ويتقدم بالتالي المدافع. تعود مره اخرى لناتشو، المدافع تعود مرة أخرى. الله حلوة من لاعب يسجل قدام كليرك ينقلها ولكنها مقطوعة. حلوة لكنها مرت سريع عند النقطة رقم 38 لقيادة إلتشي. هنا المدرب الجديد تأتي من ماركو أسينسيو. جول عند الدقيقة 7 فقط. ماركو أسينسيو يتقدم وينصر ريال مدريد. والله يا اخي ما من المباراه اعتقد الوضع في غايه الصعوبه، لكنه مو مستحيل. الكره اللي تحولت، وهذا اللاعب فيدل يعمل الان اجري. رودريغو يتقدم يحولها التسديده، ولكن عند حارس المرمى بديع. كريم بنزيما يسدد من رايو فاياكانو. رودريغو يتقدم، رودريغو الى بنزيما، تضيع من بنزيما. يتقدم كريم بنزيما ويلعب ايضا بادوار كبيره رائعه في إلتشي. ميليتاو كره اللعب، محاوله الريال وتسديده فالفيردي، لكن الكره الى خارج ارضيه الملعب. كرة سريعة إلى الأمام، ممتاز جدا لهذا النادي طبعا على اسم المدينة. مباشرة إلى كليرك والباس السريع بمتابعة داني كارباخال. الركنيات اللعبة رودري طولها، خلاص انتهت. هو عقد العزم على أن لا زالت حاضرة وتبدو خطيرة، لكن يتقدم داني كارباخال وتسوق صفرة حكم المباراة إلى قدم داني كارباخال يحول الكرة بلنتي. ركلة جزاء لريال مدريد، ما يبي لقدم كريم بنزيما. جول كريم يسجل الجول الثاني لمصلحة ريال مدريد. الهدف أن يتعادل في هذه المباراة، بل هو فريق الآن يحاول حتى أن يسجل. يتقدمون في هذه اللقطة. سنسيو صارت خطيرة، ممكن إذا مر، لكن أمام المدافع المتراجع، ولكن لا تعلم ربما الوضع. يحاول الآن كرة تحولت، حلوة تسديدة قوية. لذلك والله شوف الركنية أولا الرأسية، لكن إلى خارج أرضية الملعب. يعني لبرشلونة يلعب الركنية خطيرة أمام المرمى، ولكن يتقدم ينقل الكرة، رشح ربما لتسجيل الهدف الثاني. فيدل ينقل كرة عالية حتى مع ريال مدريد. ألابا يتقدم، لاحظ معي كرة قوية جدا. كاد حكم المباراة جيد، عنده سنسيو، لكنه محاط بأكثر من بنزيما إلى رودريغو. بلنتي والله يمكن مشروع الهدف الثالث. ركلة جزاء ثانية لمصلحة ريال مدريد.
الأولى يغير الزاوية، يمكن يغير الزاوية، غير الزاوية كريم بنزيما وسجل الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد، الهدف الشخصي الثاني له في هذه المباراة، ومن ركلة الجزاء الثانية يتقدم ريال مدريد لعبا ونتيجة. يعني ربما انتك هي تشكيلة الفريق يمرر كان بنزيما أضاع يقاوم بعمل لاعبين آخرين. يمكن كرة مرت، وهنا محاولة رودريغو أيضا بديع. اللاعب يمكن حتى في هذه اللقطة يمكن على أساس تصل إلى إكليل المواسم الدوري. كان بنزيما يتقدم يسدد أيضا بديع. حلوة يا بديع يتألق يعني أخرى. انطلاقة فالفيردي كبير، محاولة طويلة، وبالتالي بكم باثنين. الله كان ممكن تنتهي، لا زالت قائمة، لا زالت حاضرة. عدد النقلات الهائل، أعتقد أكثر من 20. كامافينجا يلف صعب، اللفة جميلة ولكن تسدد مباشرة الشوط الثاني. لكن بالتالي هؤلاء اللاعبين مع هذه التسديدة أيضا يرفضها. حلوة والله يا بديع، عجبني بديع. يغادر داني سفايوس، يغادر اسينسيو نفسه يتقدم المباريات. بالمناسبة فينيسيوس سوسيداد إلى اللاعبين، كل اللاعبين، يمررها ريال مدريد في مدريد، ويمكن إلتشي يخسر لاعب في ريال مدريد بقيمة كريم بنزيما. آخر مباراة على فياريال، التسديدة تأتي من الله فانتستيك.